السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي عاملين ايه؟ في اتجاه في النادي الأهلي إن هم يتعاقدوا مع أحمد ياسر ريان هداف الدوري المصري الموسم اللي فات، الموسم اللي خلص يعني. جاب 13 جون، طبعا هو ابن النادي الأهلي وتربية النادي الأهلي ومهاجم جامد جدا الصراحة يعني، واخد بالك؟ بس هي الفكرة كلها في حاجة، يعني انتوا هتجيبوا أحمد ياسر ريان ومهاجم أجنبي واحد لأن محمد شريف مشي، تمام؟ ما عندكش، انت عايز على الاقل ثلاث مهاجمين، فحتى لو جبت احمد ياسر ريان وجبت مهاجم اجنبي لازم تجيب مهاجم ثالث. فهل هيتعاقدوا مع احمد ياسر ريان ومهاجم اجنبي وممكن اقطاي عبد الله يجي برضه، ولا هي الفكره كلها هيبقى احمد ياسر ريان يتعاقدوا معاه ومهاجم اجنبي وبس؟ انت محتاج على الاقل ثلاث مهاجمين، ثلاث مهاجمين في النادي الاهلي الموسم الجاي ان شاء الله لازم يبقى فيه ثلاث مهاجمين. احمد ياسر ريان اتمنى، انا واحد من الناس اتمنى ان هم يتعاقدوا معاه. مهاجم مميز جدا واستوى يعني خلاص زي ما بيقولوا بالبلدي كده او بالشعبي، تمام؟ عنده 28 سنة وبيلعب براسه كويس، بيلعب برجل اتنين كويس. نتمنى النادي الاهلي يتعاقد معاه لانه ابن من ابناء النادي وهتمشي كميته مع النادي الاهلي. سلام.